المشاهدون الأكارم، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها لكم من تلفزيون دولة إريتريا، نستهلها بالعناوين. دعوة للعناية الجادة بالعيون لمكافحة العمى. سيمينار في عبد الرئيح عن دور المرأة في التنمية. دورة تدريبية لسلامة الغذاء في فرون. اتفاق بين النيجر وروسيا لشراء أقمار اصطناعية. قاذفات نووية أمريكية تشارك في مناورات مع كوريا الجنوبية واليابان. وفرقاطة روسية تحمل صواريخ فرد صوتية تبدأ رحلتها إلى المحيط الأطلسي. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. دعا المهنيون المجتمع بشكل عام وأولياء الأمور بشكل خاص إلى الرعاية والحذر في أنشطتهم اليومية وإجراء فحوصات دورية للعين للوقاية من الأمراض والحوادث التي تسبب العمى. وقال المدير الطبي لمستشفى برهان عيني الوطني المرجعية الدكتور كحساي فسحسون في مقابلة مع وكالة أنباء إيرينا، قال إن العين هي حاسة حساسة للغاية، مذكرا بأنه لا ينبغي تجاهل المشكلة التي تحدث فيها والإسراع في طلب المشورة والمساعدة الطبية. وأشار إلى أن أكثر من 51 ألف مريض تلقوا خدمات في المستشفى خلال الأشهر التسعة الماضية، منهم أكثر من 3000 خضعوا لعمليات جراحية كبرى للمياه البيضاء و1200 خضعوا لعمليات جراحية طفيفة. وأوضح القيام بالتعاون مع شركاء العمل بإجراء علاج استبدال القرنية أي مرايا العين ل18 شخصا. ومع الاستثمار الضخم في الموارد البشرية والمعدات ستستمر الخدمات المقدمة في التحسن من حيث الجودة والكمية مستقبلا. ومن جانبهم قال المهنيون الطبيون الشباب إن الجلوكوما واعتام عدسة العين من الأمراض الشائعة الناجمة عن سوء النظافة. وقال مسؤول مراقبة الجودة الداخلية بمستشفى برهان عيني السيد جرز جهرهيلي إنه يتم بذل جهود متواصلة لتحسين الخدمات المقدمة والاستعداد لتصحيح أي أوجه قصور. أفاد مواطنو ضاحية هابور الصعدة بمديرية هابور إقليم عنسبة في مناسبة افتتاح مشروع مياه الشرب في 10 من أكتوبر المنصرم أن المشروع الذي قامت به الحكومة بتكلفة وصلت إلى 8 ملايين نقفة قام بحل المشكلة التي كانوا يعانون منها منذ القدم، إذ كانوا يحصلون على المياه من مسافات كبيرة وكانت غير نقية. وأوضح مدير الضاحية السيد محمد حامد عمر أن المياه التي كانوا يتلقونها تحولت إلى مياه مالحة بسبب انخفاض مستوى المياه الجوفية بتلك المنطقة، وأن هذا المشروع يضمن نقاء وصلاحية المياه التي يتم توفيرها داخل القرية. وأضاف بأن الإدارة قامت بتنظيم لجان لإدارة نقاط التوزيع الثلاث المتمركزة داخل القرية. تشير الوثائق إلى أنه يسكن في ضاحية هابور الصعداء أكثر من 9500 مواطن. عقدت مسؤولة فرع الاتحاد الوطني للمرأة في الإقليم الجنوبي السيدة سنيت أفورقي سيمينارا في مدينة عد أيح يوم 31 من أكتوبر حول دور المرأة في برامج التنمية. وذكرت في السيمينار الذي حضره أكثر من 2000 من سكان إدارات الضواحي والموظفين وطلاب المدارس الثانوية إن المرأة تظهر التميز في التعليم والتوظيف بما يتجاوز المنافسة. وقالت إن دور المرأة في برامج التنمية لا يختلف عن دورها في تحقيق الاستقلال والحفاظ على السيادة. وحثت مسؤولة الشؤون السياسية السيدة ركبي ولد مريم المرأة على تحديد اللاتي تخدمنهن بإخلاص لاختيارهن في انتخابات مجلس الاتحاد في الأشهر المقبلة. من جانبه دعا مديرية عد أيح السيد هبتاي تسفازجي إلى تعزيز دور الإدارات وشركاء العمل، لأنه لا يمكن وجود النجاح الكامل بدون مشاركة المرأة. وأوصى المشاركون بمواصلة التدريبات المهنية وعقد اللقاءات المنتظمة للتعرف على وضع المرأة. نظم قسم المراقبة الإقليمية في إقليم الشمال البحر الأحمر دورة تدريبية يومي 24 و25 من أكتوبر المنصرم في فرع حول سلامة الأغذية والأمراض المنقولة بالغذاء
شارك فيها أعضاء الإدارة والزراعة والصحة والثروة البحرية وأصحاب المرافق الخدمية. ركز التدريب على سلامة الأغذية ونظافة الأغذية وحفظ الأغذية وأسباب وعواقب الأمراض المنقولة بالغذاء. ودعا مسؤول مكتب الزراعة في مديرية فورو السيد تسفاي تولدي إلى تعزيز دور ومساهمة الشركاء في الجهود المبذولة لتحسين الحياة الاقتصادية للمجتمع. وذكر ممثل قسم المراقبة الإقليمية السيد توماس دسالي الأضرار الصحية التي تسببها الأغذية غير الآمنة، داعيا الدفع بأنشطة المكافحة. وطالب المشاركون إلى حل عاجل لعملية الذبح في أماكن غير آمنة، والسيطرة على بيع الأدوية البيطرية والمبيدات الحشرية المستوردة بشكل غير قانوني، واتخاذ إجراءات بشأن العسل مجهول المصدر، ومراقبة منتجات الألبان واللحوم بجدية. وأوضح المدير التنفيذي في إدارة مديرية فورو السيد في الساهية قبر هواريات أن إدارة المديرية ستعمل جاهدة لضمان جودة الأغذية وسلامتها. تقدم المراكز الصحية في مديريتي ابن حيلي وميعيلي سيمينارات توعوية حول مكافحة الأمراض المعدية عامة وأمراض الملاريا والأيدز خاصة. وأوضح مسؤول مركز صحة كدبعور الممرض براقي تخلي عن الأمراض المعدية وكيفية مكافحة بمنع التفشي، بذكر أن نظافة البيئة هي من أولى أساليب مكافحة تفشي مرض الملاريا. وأوصى الإناث والحوامل خاصة للوعي بمرض الأيدز والفيروس المؤدي إليه ومتابعة أوضاعهن الصحية والعمل بنصائح الخبراء. وذكرت مسؤولة الخدمات الاجتماعية في مكتب اتحاد المرأة في الإقليم الجنوبي أهمية توعية المرأة قائلة إن توعية المرأة يعني توعية المجتمع. وأوصى مدراء المديريتين الجهات المختصة بمواصلة الأنشطة التوعوية بانتظام وبمختلف المجالات. نظم مكتب الاتحاد الوطني للمرأة في الإقليم الأوسط دورة تدريبية ل 180 امرأة من مديريات قلا نفحي وسرجاء وبريخ في إعداد الطعام المغذي للأطفال، وشمل التدريب العملي الذي استمر لمدة 3 أشهر والإعداد والتغذية وفوائد DMK والأسماك والبطاطا الحلوة. وفي حفل التخرج الذي أقيم في 30 من أكتوبر المنصرم بمديرية بريخ، أوضحت مسؤولة المكتب السيدة يورساليم هابتي أن الدورة قدمت في سعزقة وسعد كريستيان لأن الأمهات هن اللواتي لديهن أطفال دون العامين. وأضافت مسؤولة الاتحاد في الإقليم الأوسط السيدة ألم بلاي أن المواد الغذائية المعلبة تضر بصحة الأطفال، لذا قام المكتب المركزي للاتحاد بالتنسيق مع وزارات الصحة والزراعة والثروة البحرية لتدريب المتدربات لتوسيع التدريبات في كل أرجاء البلاد. وضمن هذا العمل تم تدريب 300 امرأة في الإقليم الأوسط في هذا العام فقط. وأوصت المتدربات بتكثيف دورات مماثلة بذكر مدى أهميتها التي مكنتهن بتجهيز غذاء صحي لأطفالهن بما لديهن من مواد غذائية بسيطة ومفيدة. وناشد المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في الإقليم العقيد قبر هنس ولد قرقيس ومدير مديرية بريق السيد تسفو في السهسين المتدربات، ناشدهن للاستفادة مما تلقينه من مهارات والعمل على تعليم الأمهات من حولهن. وأفادت الأنباء عن تنظيم مناسبات التخريج للمتدربات في مديرية قلا نفحي في 26 من أكتوبر ومديرية سارجعة في 29 من أكتوبر الماضي. مشاهدينا فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. أهلا بكم. الأنباء على الصعيد العالمي. أعلنت السلطات الانتقالية في النيجر عن توقيع اتفاقية مع روسيا لشراء أقمار صناعية، وأوضحت أن ذلك يأتي لتعزيز الأمن القومي وتحسين الاتصالات ودعم التنمية الاقتصادية في البلاد، وخاصة لمراقبة أراضيها وإدارة الكوارث الطبيعية وتطوير خدمات جديدة. وأشارت إلى أن بناء الأقمار الصناعية يستغرق 4 سنوات، وخلال هذه الفترة سيتم تدريب المهندسين والفنيين النيجريين في روسيا لضمان صيانة وتشغيل هذه الأدوات الجديدة. ونقلت فرانس بريس عن وزير الاتصالات النيجيري سيدي محمد رايلو في حفل التوقيع في العاصمة نيامي قوله إن الاتفاق يشمل قمرا اصطناعيا للاتصالات وآخر للاستشعار من بعد وثالثا للرادار. ونقلت وكالة الأنباء النيجيرية عنه قوله في نهاية هذا المشروع ستكون 3 دول وهي النيجر ومالي وبوركينا فاسو قادرة على قيادة أقمار الاتصالات الخاصة بها بنفسها وإدارتها كما تريد.
أجرت كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة مناورات جوية مشتركة شاركت فيها قاذفة ذات قدرات نووية وفق ما أعلن جيش سيول ردا على آخر اختبار كوريا الشمالية الأخير لصاروخ بعيد المدى. وجرت المناورات بعد 3 أيام على إطلاق بيونغ يانغ أحد صواريخها البالستية العابرة للقارات الأقوى والأكثر تقدما والمعتمدة على الوقود الصلب، الذي قال خبراء إن بإمكانه بلوغ البر الرئيسي للولايات المتحدة وفقا لما ذكرته وكالة الصحافة الفرنسية. وأفاد الجيش الكوري الجنوبي بأن القاذفة النووية الأمريكية B-1B ومقاتلات كوريا الجنوبية وطائرات يابانية شاركت في المناورات. وكانت تلك المرة الرابعة التي يتم فيها نشر قاذفة نووية هذا العام في شبه الجزيرة الكورية بحسب الجيش، والمرة الثانية التي تواجه مناورات جوية ثلاثية تهديدات بيونغ يانغ العسكرية. أفاد المكتب الصحفي للأسطول الشمالي الروسي أن الفرقاطة الأميرال جولوفوسك والتابعة للبحر الروسية والمسلحة بصواريخ تيركون فرط الصوتية شرعت في أول مهمة طويلة المدى لها. وغادرت الفرقاطة الأميرال جولوفكو ميناء سيفيروموسك إلى جانب ناقلة النفط البحرية في يزمة متجهة نحو المحيط الأطلسي عبر بحر بارنتس. وتهدف المهمة التي تستمر عدة أشهر إلى تعزيز الوجود البحري الروسي في المناطق الاستراتيجية وإظهار القدرات البحرية للبلاد. قبل المغادرة خضع كلا الطاقمين لتدريب شامل وتفتيش، حيث اختبرت الفرقاطة الأميرال جولوفكو جميع أسلحتها بما في ذلك الصواريخ الدقيقة بعيدة المدى. وتتمركز جميع الفرقاطات الروسية الجديدة في الأسطول الشمالي، وتخطط موسكو لبناء 10 سفن من الفئة 70 منها سيشغلها الأسطول الشمالي. الخبر الأخير في هذه النشرة: اتفقت الدول المشاركة في محادثات الطبيعة التابعة للأمم المتحدة في كولومبيا كوب 16 على كيفية دفع الشركات في قطاعات مثل الأدوية ومستحضرات التجميل مقابل استخدام المعلومات الجينية المستمدة من التنوع البيولوجي في أبحاثها وتطويرها. واجتمعت نحو 200 دولة في مدينة كالي الكولومبية بهدف تنفيذ اتفاقية كومينغ مونتريال الإطارية العالمية للتنوع البيولوجي 2022، والتي تهدف إلى وقف التدهور السريع للطبيعة بحلول عام 2030. ويمكن أن تولد هذه المدفوعات مليارات الدولارات للحفاظ على الطبيعة، والتي سيتم توجيهها إلى صندوق يقوم بتوزيع نصف العائدات على الشعوب الأصلية والمجتمعات المحلية. وتأتي هذه الصفقة بعد أن وافقت البلدان المشاركة في مؤتمر الأطراف ال16 على إنشاء هيئة دائمة للمجتمعات الأصلية والمحلية للتشاور رسميا بشأن قرارات الأمم المتحدة بشأن الطبيعة، فضلا عن الاعتراف بدور المجتمعات ذات الأصول الأفريقية في الحفاظ على البيئة. ختاما لنشرة هذا المساء، هذا تذكير بأهم وأبرز العناوين. دعوة للعناية الجادة بالعيون لمكافحة العمى. سيمينار في عدائية عن دور المرأة في التنمية. دورة تدريبية لسلامة الغذاء في فروم. اتفاق بين النيجر وروسيا لشراء أقمار اصطناعية. قاذفات نووية أمريكية تشارك في مناورات مع كوريا الجنوبية واليابان. فرقاطة روسية تحمل صواريخ فرط الصوتية تبدأ رحلتها إلى المحيط الأطلسي. مشاهدينا الأكارم، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل، شكرا لحسن السماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.